السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. وحشتوني جدا 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 جدا، وحشتني الكاميرا، وحشتني الكلام في الكورة، وحشتني المونتاج، وحشتني كل حاجة. أنا بعتذر لكم طبعا على الغياب الطويل ده، بس يعني حاسس إن أنا فقدت الشغف بدري قوي يعني تقريبا كنت كل أسبوع بطلع بقول نفس الكلام على ليفربول وسلوت وصلاح والفرقة، ونفس الكلام على باقي الفرق. يمكن اللي اتغير شوية ان سيتي قرب من ارسنال قوي في الدوري الانجليزي، برشلونة تصدر الدوري الاسباني، وتشابي الونسو ومشاكله مع ريال مدريد. حصل شوية حاجات، بس يعني ما اعتقدش ان انا فاتني حاجة بومباستيك يعني قوية وما اتكلمتش فيها. حتى موضوع صلاح اتكلمت فيه على فيسبوك، لو انت مش متابعني انزل اعمل لي فولو على فيسبوك، بنزل هناك بوستات كل فين وفين كده، برضو بتكلم فيها على حاجات، لما مش بنزل فيديوهات على اليوتيوب. بس بصراحة اللي خلاني أرجع وهو البطولة المحببة إلى قلبي، وهي بطولة أفريقيا. مش عارف 2025 ولا 2026، ف 2025/2026 في المغرب في موروكو. طبعا أنا بحب بطولة أفريقيا جدا، من البطولات اللي بستناها، من البطولات اللي بجد بحب أتابعها بعيدا حتى عن منتخب مصر. حتى لما خرجنا البطولة اللي فاتت أنا كنت مكمل البطولة، اتفرجت عليها كلها. فبطولة أفريقيا بالنسبة لي من البطولات المحببة إلى قلبي، وهي اللي خلتني أرجع أتكلم، لأن أنا في حاجات كتير أوي عايز أتكلم فيها عن منتخب مصر. التشكيل، هل حسام حسن فعلا قادر إن هو ياخد منتخب مصر في حتة بعيدة في البطولة دي؟ هل إحنا أصلا قادرين نوصل لحتة بعيدة في البطولة دي حتى باللعيبة؟ آخر بطولة للجيل ده. توقعاتي برضو للمنتخبات العربية المشاركة. النهارده هيبقى في ماتش يفتتح ان شاء الله بين المغرب وجزر القمر، وبكره ان شاء الله منتخبنا هيلعب. فقلت يعني بصراحه الايفنت ده ما حبيتش افوته. وحشتوني جدا، وادام وصلك الفيديو سوشيال لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات، تنزل تعملي فولو على فيسبوك، يلا بينا نخش في طبعا جاي لكم النهارده بالقفطان المغربي بقى، والشغل والحركات وبتاع، وبين البطولة في المغرب وكده. فإن شاء الله يعني تطلع بطولة حلوة كده، وبطولة المغرب تشرفنا. وكتنظيم ما اقدرش اقول ان انا بتمنى لهم التوفيق، يعني بتمنى لهم التوفيق بعيد عننا، يعني اتمنى لهم التوفيق لو احنا خرجنا. اتمنى كل المنتخبات العربيه التوفيق، بس طول ما احنا موجودين بصراحه مش هقدر اتمنى التوفيق لاي منتخب. اتمنى لهم التوفيق النهارده يكسبوا ويتاهلوا وكده، طول ما هم بعيد عننا يعني. لكن الموضوع بيقرب يعني. الموضوع مش بيبقى لذيذ بصراحة بين المنتخب المغربي ومن أقوى المنتخبات الأفريقية الموجودة دلوقتي. لم يكن المنتخب الأفريقي الأقوى دلوقتي في القارة، المنتخب العربي الأقوى بين العرب كلهم، واخدين كأس العرب بالمنتخب الثالث، فمنتخب قوي جدا. فصعب أوي إن احنا نبقى بتمنى لهم التوفيق يعني، بس يعني أتمنى لهم التوفيق في التنظيم، دي أهم حاجة، وإن هم يطلعوا ببطولة حلوة. وده كده كده، لأن زي ما شفتوا الملاعب ازاي جميلة، وازاي الملعب اللي هيتلعب عليه الافتتاح النهارده، اللي هو انا قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو اسمه محمد الخامس تقريبا، مركب محمد الخامس او حاجه زي كده، او مركب سيدي حاجه. ملاعبهم كلها هتلاقيهم كده مركب حاجه او سيدي حاجه يعني. طيب خليني بقى ايه اتكلم على منتخبنا الوطني المصري، توقعاتي للمنتخب، وهل هيقدر يوصل لحته بعيده في البطوله؟ هل هنقدر نعمل حاجه في البطوله؟ هل حسام حسن قادر ان هو ياخد المنتخب ده في حته تانيه؟ هل ماتش نيجيريا بيقول حاجه، بيقول ان في تكتيك او حاجه؟ خلينا نبدا. طب من الاول ايه، من اول خلينا نبدا من اول التشكيل. مثلا التشكيل اللي انا ملاحظ عليه حاجات كتير قوي وخلافات كتير قوي بين ناس كتير طلعت اتكلمت في بودكاست وكده، شفت حاجات كتير ناس بتتكلم على فيسبوك كده، ان في اختلاف كبير على تشكيل منتخب مصر، من حيث ان احنا ما نعرفش تشكيل منتخب مصر اللي هيخش بيه اول ماتش. يعني واحد مثلا بيقول هنلعب ياسر وحسام عبد المجيد مثلا اتنين قلبين دفاع زي ما لعب في ماتش نيجيريا، او ولا هيلعب رامي ربيعه وياسر مثلا بان هم لعبوا في الاهلي، ولا هتلعب بمحمد اسماعيل مثلا وتخاطر وتريسك. فانت مش عارف تشكيل منتخب مصر. وانا بقى على عكس كل الناس الموجودين دي، انا بشوفها انها حاجه سبيشال جدا وحاجه مميزه. انت عندك كذا لعيب جامدين قوي في كذا حته في الملعب. سيبك من خط الدفاع، لان خط الدفاع ممكن يبقى هو اللي عليه الخلاف شويه، لكن مثلا نص الملعب انت عندك اوبشن انك تلعب بواحد ديفندر اللي هو مروان عطيه وتبقى بتهاجم، او تلعب باثنين ديفندرات اللي هم حمدي فتحي ومروان عطيه، او تلعب بثلاثه ديفندرات في نص الملعب اللي هو مروان عطيه مثلا وامام وحمدي فتحي، يبقوا اثنين بوكس تو بوكس مثلا 8 بيتقدموا وبيرجعوا يدافعوا، او تلعب بزيزو وتريزيجيه ويبقوا اتنين بيهاجموا ومروان عطيه بس هو اللي بيدافع. انت بتدافع بس بالاربعه، الاربعه الباكات والديفندرين، وواحد في نص الملعب اللي هو ستة مروان عطية، وبتهاجم مثلا بباقي اللعيبة اللي هم الاثنين تمانية، زيزو بقى وتريزيجيه ما بيرجعوش يدافعوا مثلا أو حاجة، أو زيزو وإمام
ايا كان اللي هتبدا بيهم، وده شيء كويس جدا. عندك كذا كذا اوبشن، وعندك كذا خطه، وعندك كذا طريقه تلعب بيها. يعني مش بنلعب باتنين ديفندرات وخلاص، او بنلعب بثلاث ديفندرات وخلاص. لا، انت عندك تنوع، وعندك كذا لعيب في نص الملعب بالذات يقدر يديك ايدج على اي منتخب موجود. اقول لكم رايي في الاخر في تشكيل منتخب مصر اللي انا شايفه نفسي نبدا بيه، واللي حسام حسن هيبدا بيه. واعتقد ان حسام حسن هيبدا بحاجه مألوف من غير مألوفه بكره. انا حاسس كده ان هو هيغير وهيعمل حاجه جديده. ممكن يريسك، ممكن يبقى مصطفى شوبير عادي. فحاسس ان في حاجه في بكره مفاجاه هتحصل في تشكيل منتخب مصر. بس هقول لكم على التشكيل المتوقع اللي ممكن حسام حسن يلعب بيه، والتشكيل اللي انا بتمناه ان حسام حسن يلعب بيه. سوري. عامة لو انت جيت تسألني عن رأيي وتمنياتي في البطولة دي، انا شايف بصراحة احنا هنوصل بعيد في البطولة دي، مش بعيد نكسبها. هتقول لي ايه المعطيات، ايه الاساس، إيه البنية التحتية؟ ما عنديش اي فكرة. انا في بطولة الامم بتاعة الكاميرون كنت بقول نفس الكلام، حتى بعد ما خسرنا ماتش نيجيريا اللي هو كان 1-0 ده كنت بقول نفس الكلام. فانا حاسس ان بتاعي ضربة في وشي جدا، وكل ما اعمل كده وشي ينغمش او حاجة. عمال ضل شكله غريب جدا. فانا بطوله الكاميرون بجد كان عندي امل كبير جدا في البطوله دي، وكنت حاسس ان احنا هنعمل حاجه، وحاسس ان احنا قريبين، وحاسس ان احنا حتى بعد ما غلبنا ماتش نيجيريا كنت حاسس باحساس غريب. والناس كلها كانت بتقول لي على اساس انت حاسس كده. ما كنتش عارف، ومش بنجم، بس انا يعني مش عارف. عمري ما في حياتي مع منتخب مصر حسيت احساس بصراحه وخايف. البطوله اللي فاتت كنت عارف ان احنا هنأدي وحش في البطوله دي، كنت حاسس وما كنتش متفائل خالص، وكنت حاسس ان احنا لا، في مشاكل كتير، وحاسس ان احنا مش كويسين. فلكن البطوله دي حاسس العكس. في كذا يعني لو انت بتتكلم بقى في المعطيات بقى اللي انا شايفها، مثلا انا ممكن اقول لكم المعطيات اللي انا شايفها غير اللي مثلا الناس شايفاها، او في بعض من الناس على فكره شايفه نفس المعطيات دي. بصوا يا جماعه، بالبلدي احنا منتخب مصر، احنا معانا 8 بطولات افريقيه. احنا عندنا اجمد لعيبه في القاره، احنا عندنا محترفين جامدين جدا. احنا كسكواد احنا قادرين. يمكن اللي بيفرق حسام حسن دلوقتي عن اي مدرب جه منتخب مصر معانا كيروش. اي مدرب جه منتخب مصر، وحسام حسن عنده خبره جدا في البطوله دي. لعب بطوله افريقيا خدها 3 مرات كلاعب، وعنده فكر مش بطال. والفكر ده انا شايفه ان هو بياكل جدا مع المنتخبات الافريقيه، وبياكل جدا مع منتخب مصر بالذات. يعني لو نفتكر يا جماعه، الناس اللي دلوقتي مش عاجبها حسام حسن، احنا اصلا لما كيروش مشي قبل ما نجيب فيتوريا، مين كان الخيار الاول لمنتخب مصر؟ كان حسام حسن. وكان الناس كلها بتطالب بيه. حتى انا طلعت ساعتها اتكلمت، ما كنتش بعمل فيديوهات على اليوتيوب، بس كنت كتبت على صفحتي الشخصيه، واوريكم البوست دلوقتي. كتبت قلت ان حسام حسن لا يصلح لاداره منتخب مصر فنيا، وان هو ما عندوش اي خبره تدريبيه خالص كبيره تؤهله ان هو يدرب منتخب مصر. يمكن انا ما كنتش شايف الصوره كامله. دلوقتي انا بشوف مثلا صوره اكبر، وممكن نضجت وكبرت وفهمت شويه ان المنتخب ده عايز لا مدرب مصري بشكل كبير. يا جماعه، مدرب لما بيبقى بيدرب المنتخب الوطني بتاعه بنفس الجنسيه، الموضوع بيفرق كتير في نفسيه اللعيبه، وبيفرق كمان خصوصا لو المدرب ده هو حسام حسن نفسه. حسام حسن لا غنى عن، لا مش محتاج يعني ان انا اتكلم عليه قد ايه هو جرينتا، وقد ايه هو جاتوزو، وقد ايه هو ممكن يموت نفسه عشان مصر، وممكن يعمل اي حاجه. انا مش هتكلم عليه. انا ممكن ما اكونش اتفرجت عليه اصلا، الناس ممكن الكبيره تكون بتتفرج عليه، بس انا عارف قد ايه حسام حسن بيحب مصر وبيحب المنتخب جدا، وعنده ان هو يموت نفسه على المنتخب دي عادي جدا. فاللي بيفرق حسام حسن عن اي مدرب جه مدرب منتخب مصر ما عدا كيروش، لان كيروش شفت فيه الحته دي ان هو برضه بيحب المنتخب وخايف وعنده حميه. حسام حسن عنده نفس الكلام، وده اللي انا متفائل بيه. ممكن يكون تكتيكيا ومش احسن مدرب موجود، او مش احسن مدرب. يعني في مدربين كتير ممكن تجيبهم احسن منه تكتيكيا، ولكن احنا شفنا فيتوريا ازاي كان تكتيكيا عالي جدا مع منتخب مصر. اول ما دخلنا البطوله بلح مالط يا معلم، مفيش لا اداء ولا تكتيك، ومش عارف حاجه، وافريقيا والجو حر. لا، ما الموضوع ده انا حاسه يبقى مختلف جدا مع حسام حسن. يمكن ريزون نمبر 1 مثلا. السبب التاني بالنسبه لي ان احنا عندنا لعيبه تقيله قوي 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 يا جماعه، وكلهم دلوقتي في اوج العطاء ان هم يأدوا مع منتخب مصر. اولا، دي اخر بطوله تقريبا للجيل ده، جيل صلاح، شناوي، تريزيجيه، الناس دي اللي هي الكبار اللي قدام في المنتخب، رامي ربيعه، كل يعني في لعيبه كتير قوي. ده اخر افريقيا ليها بشكل او باخر، او يعني البطوله الجايه ممكن يبقوا بيتاخدوا بدله، يعني صلاح
ما اعتقدش ان هو خلاص هيجدد مع ليفربول تاني. اعتقد ان هو هيمشي وهيبقى يعني بقى خلاص بقى محتاجين حد تاني يبقى بدل صلاح في المنتخب. الشناوي خلاص اعتقد دي مليون في المية اخر بطولة ليه، عنده 38 سنة، السنة الجاية عنده 39 سنة، يلحق كاس العالم يعني بطلوع الروح. شوبير هياخد مكانه. خلاص في لعيبه كتير قوي بتخلص، فانت لو ما طلعتش 100% 200% من مجهودك في البطوله دي يبقى انت بتهزر رسمي. الجيل ده من الاجيال اللي بجد بصعب عليا، لان هم وصلوا فاينالين، وفاينالين خسرناهم بسيناريوهات سيئه جدا 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 جدا، وفاينالين كنا احنا فيهم الطرف الافضل على مدار البطوله. يعني فاينال السنغال ده انت كنت ما شاء الله، انت قابلت كوت ديفوار، قابلت المغرب، قابلت الكاميرون مستضيف وخرجت الثلاثه وكنت بتلعب حلو، وجيت قدام السنغال وفضلت لحد البينالتيز وخسرت. فالجيل ده وصل 2 كاس عالم على فكره، والجيل ده بيتظلم جدا. الناس بتشوف ان هو مش احسن من الجيل الذهبي، والجيل الذهبي خد 3 افريقيا، بس الجيل الذهبي عمره ما وصل كاس عالم. الجيل ده وصل كاس عالم مرتين، ومره منهم مرتاح، ومره منهم وكان ممكن يوصل 3 مرات لولا الحظ. فالجيل ده يا جماعه يستحق افريقيا، لازم كلنا نبقى في ظهرهم، لازم كلنا نساندهم. حتى معلش لو اول ماتش ما شفناش الاداء المنتظر، كسبنا وما كسبنا بدل كده ببركه دعاء الوالدين، ما كانش فيه خطه، مش فيه. خليكوا ورا المنتخب يا جدعان، خليكوا ورا المنتخب، ادعموا المنتخب. انا من الناس اللي طول عمرها بتلعب المنتخب. قبل ما اطلع اتكلم في اليوتيوب وقبل ما اطلع اعمل اي حاجه، طول عمري بدعم منتخب مصر، طول عمري بتضايق من الناس اللي بتضايق منتخب مصر. ماشي بتبقى حلو هزار ولذيذه، بس بجد هي بتضايق. مش بتضايقني انا ماليش حاجه عن المنتخب ومحدش بيديني فلوس وانا مش لجان بطلع دافع عن المنتخب، لكن اللي بتكلم فيه انها بجد حلوه بتهزر، ممكن تلاقيني انا بهزر، بس في نفس الوقت لا، بتبقى بتضايقك انت كمشجع. بتحس ان هو طب ده احنا كنا بنعمل، ده احنا خدنا 3 بطولات، ده احنا عملنا، ده احنا سوينا. دلوقتي لما تلاقي حد بيتريق عليك او انت بتتريق على نفسك، هتحس برضو بضحك وفي نفس الوقت عدم ضحك. فخلينا ورا المنتخب ندعمه ونسنده ونسند الجيل ده. اللعيبه دي قويه جدا، اللعيبه دي قدمت لنا كتير، اللعيبه دي حاولت، اللعيبه دي حظها وحش، اللعيبه دي اللي احنا وقفنا في ظهرهم بجد ممكن يأدوا. واتمنى بقى ان احنا لما الكلام ده بقوله ان احنا ما نشوفش اي استهوان، ماشي استهوان من اللعيبه في ارضيه الملعب. مهما كان اسمك في البطوله دي انت لازم تطلع كل اللي عندك. صلاح دي اخر بطوله ليك في افريقيا بشكل كبير، لازم تدي فيها 200% من مجهودك، خصوصا ان انت المفروض جاي فريش وجاي من ليفربول، عندك طاقه وتثبت، وده اللي انا متفائل بيه. مرموش نفس الكلام، جوارديولا راكنك على الدكه ومش بيلاعبك، لازم توريه انت قد ايه لاعب مميز، قد ايه لاعب جامد. مصطفى محمد لازم نفس الكلام، امام عاشور، تريزيجيه، شناوي، كل اللعيبه دي. ودي فرصه للعيبه كمان. بطوله افريقيا الناس كلها بتتفرج على بطوله افريقيا بره، وافريقيا كمان يعني في اوروبا الناس كتير بتتفرج على بطوله افريقيا، ولعيبه كتير طلعت من بطوله افريقيا زي عبد المنعم وزي عمر كمال، وبتكلم عن منتخبنا يعني. ولاعيبه كتير بره بره منتخبنا طلعوا من افريقيا والناس شافتهم وطلعوا للنور. ده انا فاكر في افريقيا 2019 تريزيجيه كان يروح الميلان، فده بجد عامه. فلا لازم اللعيبه تدي مجهودها كامل في البطوله دي. المعطيات دي كل اللي انا بقول لك عليها دي هي بالنسبه لي هي المعطيات الاولى والاخيره في فوز منتخب مصر افريقيا. فوز منتخب مصر افريقيا، انا مرشح منتخبنا ان هو ياخد البطوله دي. مفيش اساس، تمام، انا متفق معاك مليون في المية ان مفيش اساس، مفيش اي حاجه، بس مش عارف عبيط قوي بقول لك احساسي، بس بجد احساسي ان احنا ناخد البطوله دي. ماتش نيجيريا قال حاجات كتير بصراحه قوي يعني. لو تيجي نتفرج على ماتش نيجيريا احنا بجد طريقه اللعب انا حاسس ان في حاجه بتتنفس في شيء از كوكينج. في طريقتين لعب لحسام حسن شفناهم على مدار التصفيات وعلى مدار الماتشات كلها، ان هو بيلعب هجومي جدا او دفاعي جدا. في ماتش بوركينا اللي كان في بوركينا احنا كنا بندافع طول الماتش تقريبا، بنلعب على الكاونتر اتاك، واعتقد ان بشكل او باخر دي الطريقه اللي هنستخدمها قدام الفرق الكبيره زي المغرب، زي الجزائر، زي تونس، زي نيجيريا، زي الكاميرون، زي الفرق صفوه في افريقيا. لكن ماتش قدام زيمبابوي لا، انا هنزل هلعب بديفندر واحد، ده اللي انا شايفه وده اللي بتمناه. بس ده اللي انا شايفه ان هو هيبدا بيه، ان هو هيلعب بديفندر واحد وهيلعب باتنين التمانية، امام زيزو وتريزيجيه. دي بقى على حسب تفضيلاته وعلى حسب جاهزيه امام وعلى حسب جاهزيه بقيه اللعيبه. فعلى اساس كده هو هيحدد. انا اقول لكم رايي واقول لكم بنسبه 90% الشكل اللي هو هيبدا بيه، يعني لو انا دارس كويس. يعني بقول لكم ماتش نيجيريا شفنا ان هو بيلعب باتنين ديفندرات، وده تقريبا الشكل اللي هيستخدمه قدام الفرق الكبيره. ده الفرق الصغيره هتلاقيه بيهاجم وهتلاقيه، ودي احلى حاجه تعجبني في حسام حسن، ان هو
الفرق الكبيره الفرق الصغيره احنا دايما كنا بنعاني معاها عكس الفرق الكبيره. يعني ماشي نخش نكسب بلجيكا ونيجي ما نعرفش نكسب موزمبيق مع روي فيتوريا مثلا. مع كذا مدرب لما كان بيجي كنا بنعقرب قدام الفرق الصغيره جدا جدا جدا. الفرق الكبيره كنا قدام ماتشات كبيره. فلا هو العكس دلوقتي، احنا بقينا بنكسب الفرق الصغيره، والفرق الكبيره بنحاول بقى نكسبها زي ما اي فرقه عادي بتعمل. الفرق الصغيره تنزل طول الماتش ضاغط 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 ضاغط، هنجيب جول هنجيب التاني هنجيب التالت، وده اللي نفسي نعمله قدام زيمبابوي وما نتهاونش. طول اول مثلا ربع ساعه انت ضغط 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 ضغط، تجيب الاول تجيب التاني خلاص الماتش ده وتنهي الليله. حاجه تانية برضو جميله في البطوله دي، وان احنا ما شفتش اي اعتراض كبير على القايمه. في ناس اختلفت بس انا شايف بصراحه ان القايمه ما عليهاش اي خلاف. اللعيبه الموجوده هي احسن لعيبه موجوده دلوقتي، ما فيش حد احسن من اللعيبه الموجوده دي. هو حسام حسن حتى طلع النهارده في المؤتمر الصحفي وقال ان هو مبسوط جدا بالقائمه اللي عنده، هو قد ايه مدرب محظوظ باللعيبه اللي عنده بالقائمه اللي عنده، وده شيء جميل وشيء كويس. تريزيجيه برضه حتى طلع يتكلم النهارده. فانا شايف ان مفيش اي اختلاف على القائمه بصراحه، واي حد شايف ان هو اختلف على القائمه يعد لي 5 لعيبه خرجوا من القائمه دي ودخل قدام 5 لعيبه تاني احسن منه، ونديبيت بقى في ال5 لعيبه دول كمان. يعني هم مش هتشيلهم، يعني هو مش واخد 5 لعيبه كسر وسايب 5 لعيبه توب فورم. مفيش حد توب فورم وهو مش واخده بصراحه، مفيش حد هو توب فورم وهو ظلم، ومفيش حد ظلم في البطوله دي خالص. انا شايف القائمه دي انها مليون في الميه صح ومليون في الميه تمام وما فيهاش اي خلاف. يعني لو حد حب يتكلم في القائمه فممكن يكتب في الكومنتات اللعيبه اللي حاسس ان هي اتظلمت ونديبيت فيها. طب خليني ابدا معاكم بالتشكيل ونجيب كده الورقه والقلم ونقول تشكيل منتخب مصر. انا شايف مثلا ان في حراسه المرمى هقول لكم تشكيل انا بتمناه والتشكيل اللي هو يلعب بيه، مش هنقسم الصفحه نصين وهنكتب. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ده التمانية. تمام. تعالوا نمسك لاعب لاعب ونقول ليه. الشناوي بالنسبه لي انا شايف ان الشناوي هو حارس منتخب مصر الاول، مع احترامي الشديد لمصطفى شوبير، مع احترامي الشديد ان هو محتاجين ياخد فرصه، بس هو اصلا ما بياخدش فرصه مع النادي الاهلي. فالاول يلعب في النادي الاهلي على الشناوي، وبعد كده بيطلعوا له حسام حسن بقى ويقولوا ايه ده انت بتاخد ما بتلعبش الشوبير اساسي ليه. موضوع صريح يعني. ده التمني اللي هيحصل ان الشناوي برضه هو اللي هيلعب. بقول لكم حسام حسن ممكن يعمل مفاجآت لو كده، بس ما اعتقدش ان المفاجآت دي هتبقى في حراسه المرمى. يعني التمني في خط الدفاع هيبقى ياسر وحسام عبد المجيد، ده اللي انا بتمناه. شفتهم في ماتش نيجيريا كانوا عاملين ماتش حلو قوي، وانا مش بفضل رامي ربيعه بصراحه. يعني لو لعب هدعمه وفي ظهرك يا معلم وكل حاجه، بس انا يعني انا لو كوتش منتخب مصر مش هفضل رامي ربيعه بصراحه ان هو يكون موجود او يبدا كديفندر يعني. دي تفضيلات شخصيه وتفضيلات حسام حسن ان هو هيبدا برامي ربيعه. ده اللي انا شايفه، هيبدا برامي وياسر. انا نفسي ياسر وحسام عبد المجيد بصراحه. انا بشوف حسام عبد المجيد لعيب طويل، لعيب بيطلع بالكرة كويس. اعتقد ان هو يبقى احسن تعويض لعبد المنعم بصراحه. لكن ممكن حسام حسن يشوف ان ياسر وربيع عليهم بعض كتير في الاهلي وفي بينهم كيمياء، واحسن حاجه من الديفندرين يبقى في بينهم كيمياء يعني. بس انا بتمنى ياسر وحسام، بس اللي هيلعب بيه حسام حسن اعتقد ان هو هيبقى ياسر ورامي ربيعه. باك اليمين التمني محمد هاني، ما اعتقدش يعني يبقى عليها خلاف. يعني باك اليمين التمني محمد هاني، والباك الشمال احمد فتوح. اعتقد برضو ان بشكل كبير حسام حسن هيبدا بمحمد هاني، ده مليون في المية. واعتقد هتبقى في خلاف يعني يا اما فتوح يا اما حمدي، بس انا اعتقد ان هو هيختار فتوح. انا شايف ان هو بيحب فتوح وبيعتمد عليه وكده، وفتوح يعني لعيب كبير ولعيب جامد، فاعتقد ان هو هيبدا بفتوح يعني. نروح بقى لاكبر معضله في التشكيله دي وهي نص الملعب. انا رايي ان احنا نص ملعبنا، ورأيي ان هو هيبدأ بديفندر واحد، لان حسام حسن قدام الفرق الصغيرة بيبدأ بديفندر واحد. ومحدش يقول لي ان هو هيبدأ بديفندرين والشغل ده افريقيا وبتاع مختلف عن التصفيات. لا، هو هيبدأ بديفندر واحد، وتمنياتي ان هو يبدأ بديفندر واحد، واعتقد ان هو يبدأ بديفندر واحد اللي هو مروان عطية، ده مليون في المية. هيلعب باتنين تمانيات بيهاجموا وما بيدافعوش، امام عاشور وزيزو. اعتقد ممكن الفكره دي تتغير لما نبقى كسبانين 2 3-0 او حاجه. اتمنى يعني احنا نبقى كسبانين 2 3-0. اعتقد ان الفكره دي ممكن تتغير، لكن لو اول ربع ساعه ما جبناش اجوان هتفضل نفس الفكره. هيبدا بالتشكيله دي، ده من تمنياتي ومن وجهه نظري. ايضا ان هو يبدا بمروان عطيه، امام زيزو. ممكن بقى اختلاف في الاسماء، واقول لكم دلوقتي ايه الاسماء اللي ممكن يبدا بيها حسام حسن. اعتقد اللي هيبدا بيه حسام حسن هو مروان، ده كده كده مروان دي انا وهو ما عندناش فيها خلاف. اعتقد هو هيبدا بتريزيجيه وزيزو وهيريح امام ويخليه ينزل الشوط الثاني. انا اتمنى لو امام فت يبدا مليون في الميه، بس اعتقد ان هو مش هيريسك بيه وهيخليه ينزل بديل
لتريزيجيه او زيزو في الشوط الثاني او حاجه يعني. خط الهجوم بقى انا في اختلاف كبير جدا بيني وبين حسام حسن. انا شايف ان محمد صلاح ده كده كده مليون في المية، ونلعب مهاجم عمر مرموش وابراهيم عادل هو اللي يبقى في ناحيه الشمال. هتقول لي ليه ما فيش تريزيجيه؟ انا يعني بفضل ابراهيم عادل عن تريزيجيه بصراحه. شايف ان تريزيجيه يبقى ورقه رابحه جدا 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 وقويه وعظيمه جدا من الدكه بصراحه. ينزل يشوط تاني الدقيقه 60 ولا حاجه، ينزل بدل الامام، ينزل بدل ابراهيم عادل. اعتقد ان تريزيجيه وهو بديل بيبقى بالذات على منتخب مصر بيبقى خطير. ويعني ناهيك بقى عن بينالتي وناهيك عن ماتش بتاع كاب فيردي البطوله اللي فاتت، نزل بديل جاب جون وعمل شغل جامد وحرك الفرقه. فبحس ان تريزيجيه لما بيبقى بخيار مع الدكه بيبقى احسن جدا من خيار ان هو يبقى امام مثلا من على الدكه او زيزو من على الدكه. بحس ان امام وزيزو لعيبه بتحتاج انها تقعد مثلا 30 دقيقه او 20 دقيقه في الملعب لحد ما ياخدوا سنس الملعب وسنس البساط ويظبطوا الدنيا وكده. بحس تريزيجيه بينزل فيت على طول، فحاسس ان تريزيجيه يبقى خير احسن مع الدكه. ده اللي انا شايفه. اللي حسام حسن هيلعب بيه بقى هو صلاح عادي ومصطفى ومرموش ناحيه الشمال، ومصطفى مهاجم وصلاح على اليمين، ويبدا تريزيجيه وزيزو ومروان هاني فتوح ياسر ربيعه والشناوي. انا الشناوي ياسر حسام محمد هاني احمد فتوح مروان عطيه امام وزيزو صلاح ومرموش وابراهيم عادل. وايا كانت الخطه، ايا كانت اللعيبه اللي هيبدا بيها، انا هدعمهم واشجع بقلبي وعاطفي يعني. طيب ده بالنسبه لمنتخبنا الوطني المصري. دي كل حاجه اقدر اقولها تقريبا. انا كده خلصت كل النقط اللي ممكن اتكلم فيها عن منتخب مصر. اتكلم بقى على بقيه المنتخبات العربيه وتوقعاتي ليهم. يعني اقول دور المجموعات واحس ان هم يعني هيوصلوا فين في البطوله، ومين هيخرج بدري ومين هيكمل. طبعا اول حاجه البلد المستضيف المغرب. انا شايف المغرب توصل بعيد جدا في البطوله، تخرج من المجموعه دي بكل سهوله. وبس في نقطه بسيطه جدا 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 بس احب يعني انبهكم فيها. عمل ارض الجمهور زي ما هو مفيد بشكل كبير جدا، هو مش مفيد خالص في ناحيه يعني كبيره يعني لو الفريق خسران هتلاقي دعم وكده، بس بعد الماتش الموضوع ممكن يختلف وممكن ما يبقاش لذيذ. يعني اعتقد ان ماتش جزر القمر هيبقى فيه سيناريوهين. يا اما الماتش هيبقى سهل جدا جدا جدا، المغرب هتلبهم 6 7 8، يا اما الماتش هيبقى صعب قوي 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 وممكن جزر القمر تكسب او تتعادل. فهي بتبقى يعني 50 50، يا كده قوي يا كده قوي. النص الوسط ده مش هتلاقيه. فبس يعني اعتقد ان المغرب فريق كبير وعندهم لعيبه جامده وعندهم سيستم وكده، فحرام يعني ان هم يعني يعملوا وحش في المجموعات او ما يتاهلوش في المجموعه دي. اعتقد ان هم يتاهلوا وسكتهم تبقى سهله، ممكن يوصلوا فاينل بكل سهوله يعني. المجموعه الثانيه فيها مصر، وانا قلت لكم على مصر وتمنياتي ليها وتوقعاتي يعني. المجموعه الثالثه فيها تونس. وتونس بقى خلينا نقف عندها شويه. انا حاسس ان تونس هتخرج بالمجموعات يعني، والله العظيم بجد. تونس سيئين قوي 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 قوي. انا اسف ان انا بقول الكلمه دي، بس بجد تونس وحشه جدا 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 ككره قدم يعني. انا شايف ان تونس بتمر بحاله سيئه، بتمر بحاله اعتقد احلال وتجديد محتاجين. يعني منظره في كاس العرب ما كانش مبشر خالص خالص خالص. يمكن منتخب مصر برضو ما كانش مبشر، بس احنا كنا بنلعب تقريبا بفرقه تانية يعني ومدرب تاني وكده. اعتقد تونس لا، بنفس المدرب، بتلعب تقريبا بنفس العناصر مع محمد علي بن رمضان وعلي معلول ومعظم العناصر. يعني هتلاقي مثلا المساكني، وهبي الخزري، اي كان اسمه ايه الجمبري، انا مش عارف اسمه ايه. المجبري حنا بعل ايوه هي المنبرت حنا بعل. يعني هيضاف لهم كذا عنصر، بس لا هم مجموعتهم صعبه. معاهم نيجيريا تنزانيا واوغندا. نيجيريا طبعا فريق كبير، تنزانيا واوغندا اعتقد هيبقوا فرقتين غلسين يعني. اتمنى كل التوفيق لتونس، بس توقعي الشخصي اعتقد ان هم ممكن يخرجوا من دور المجموعات. ولو تأهلوا دور 16 اعتقد برضه تبقى صعبه جدا ان هم يعدوا دور 16 او يوصلوا بعيد في البطوله. المجموعة الرابعة ما فيهاش أي منتخب عربي، فيها السنغال. طبعا أتمنى كل السوء للسنغال، أتمنى إن هم لا يتأهلوا ولا يعملوا أي حاجة. المجموعة الخامسة فيها فرقتين عربيين هم السودان والجزائر. الجزائر أعتقد إنها هتعدي من المجموعة دي، المجموعة سهلة فيها بوركينا فاسو. يعني الاستوائيات اتفرجوا على بوركينا فاسو في البطولة دي، هتشوفوا هتبقوا عاملين إزاي.
اعتقد الجزائر هتتأهل اول، ممكن الجزائر تروح لبعيد في البطولة. السودان صعب اوي، اعتقد ان بوركينا هتتأهل تاني، ممكن السودان تتأهل احسن توالت، ممكن تتأهل احسن توالت، اتمنى طبعا. بس يعني حتى لو تأهلوا ما اعتقدش ان هم هيوصلوا لبعيد في البطولة. المجموعة الأخيرة ما فيهاش حد، فيها الكاميرون، الجابون، ساحل العاج، موزمبيق. المجموعة دي حلوة عامة، اتفرجوا على ماتشاتها، حتى ماتش الكاميرون جابون وماتش الساحل العاج وموزمبيق، الماتشات دي هتبقى حلوة. اعتقد هيبقى فيها سسبنس وكده، بالذات ماتش الكاميرون وساحل العاج. دي توقعاتي للفرق العربية، المغرب والجزائر وتونس والسودان. اتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخبات العربيه بعيد عننا. للاسف يعني لو هم قربوا مننا مش هقدر اتمنى لهم التوفيق، بس طول ما هم بعيد عننا اتمنى لهم كل التوفيق. يا ريت نقابل بعض في الفاينل، يا ريت نقابل بعض في السيمي فاينل. هتبقى ماتشات حلوه وتبقى دربيات جميله. فبس هو ده اللي اقدر اقوله على بطوله الامم الافريقيه الافكون 2025/26. بس كده يا جماعة، ده اللي أقدر أقوله على هذه البطولة. إن شاء الله في فيديو بعد كل ماتش منتخب مصر إن شاء الله بشكل كبير، يعني أطلع أتكلم فيه وأحلل اللي حصل وأحكي وأتكلم إن شاء الله، مش هبقى بصيح بإذن الله، مش هبقى بصيح، هبقى فرحان ومبسوط وبحكي وبسقف لمنتخب مصر. مش عارف فيديوهات ليفربول هترجع ولا لأ، أو فيديوهات الدوري الإنجليزي. يعني أنا حاسس إن أنا محتاج أركز في بطولة الأمم دي، ومش كده أنا عندي فاينلز دلوقتي برضو، فالموضوع بيبقى صعب شوية. فيعني هحاول ان انا ان شاء الله ارجع الفيديوهات بتاعت حصاد الاسبوع وفيديوهات صحيح ليفربول، او يعني الحمد لله احنا ما بقيناش نصيح كتير. فبس كده، ده وصلت هنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعم، تدعمني في الكومنتات، تقول لي كومنت حلو كده زيك، وتعملي فولو على فيسبوك عشان ابتدي برضه انزل بوستات كتير هناك، وتيك توك برضه في حاجات بنزلها على تيك توك. فبس يعني، يلا سلام.